السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما أكدت في فيديو سابق باللي الفنانة لطيفة رأفت مستاءة من الأجر ديالها في برنامج ستارلايت اللي هو حوالي 50 مليون سنتيم، وهو أجر متفاوت مع أسماء المنور اللي كتفوقها بكثير. فالديفا اعتبرات هذا الشيء تقليل من القيمة ديالها والتاريخ ديالها، وطلبات قبل ما تجدد العقد ديالها إعادة النظر في الكاشي. هذا كان الشرط ديالها باش تجدد وتسني وتصور عام آخر في البرنامج ستارلايت. هذا الشيء ذكرته سابقا. أما فيما يخص الجديد، آخر الأخبار اللي كتروج حاليا وهي أن لطيفة رأفت انسحبت من برنامج ستارلايت نظرا لعدم الموافقة ديال الشركة المنتجة على المتطلبات والشروط ديالها. في الأول كانت الأمور ولي نيغوسياسيون غاديين في الطريق الصحيح، إلا أن في النهاية الديفا انسحبت. أما فيما يخص الفنان اللي غادي يعوضها والمرشح الأول هو حاتم عمور، فهذا التغيير غادي يكون مثير وفي نفس الوقت متميز، خاصة وأنه مؤخرا وقعوا نقاشات ما بين حاتم عمور ونعمان الحلو، وكذلك العلاقة بين الدوزي وحاتم عمور ماشي على ما يرام. فقبل واحد 3 أشهر نعمان الحلو قال في واحد المنبر إعلامي أن لي جون ما بقاش عندهم تمغربيت في الأعمال اللي كيديروا. هذا الشيء أغضب حاتم عمور، خرج كيرد عليه وكيقول ليه بلي انت معظم الأغاني ديالك عندها مقامات شرقية وأن التصريح ديالك فيه العنصرية. فبقاو في الأخذ والرد، كما أن الزوجة ديال نعمان الخلو دخلات هي في النقاشات. فكنظن بلي هاد القصف وهاد الاخذ والرد بيناتهم هاد الشيء غادي يخلق واحد البوز في البرنامج ويكون في المصلحة ديالو. اما بخصوص لطيفة رأفت فالانسحاب ديالها غادي يكون بطبيعة الحال خسارة كبيرة للبرنامج.